السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. عاملين ايه واخباركم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعة العيد الكبير ان شاء الله يا حبيبي، يعيد علينا وعليكم الايام بالف الف مليون خير يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله ربنا يدينا ويديكم ما تتمنون ان شاء الله في الخير باذن الله. وربنا يوفق اللي بيمتحنوا طلب بتاع الثانويه العامه، ربنا معاهم يسهل لهم الصعب يا رب، يسهل لهم الصعب يا رب ان شاء الله باذن الله، ويكرمهم خير ويفرحوا بالشهاده بتاعتهم والتخرج ان شاء الله، ويديهم ما يتمنوا كله في الخير يا رب، ويدي اهلهم تعبهم فيهم يا رب حق اله النبي ان شاء الله باذن الله. واي حد طالب باب رزق وطالب خير ربنا يوفقه ويفتحه له بالخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وانت من ضمن يا محمد يا ابني، يا رب يرضيك ويرضيك يا ابني بحق اله النبي. صلى على النبي. نقول اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بيكم بذكر النبي، وعطروا بقكم بذكر النبي، لان حبيبي مفيش احلى من الصلاه على النبي، فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه يا رب ان شاء الله. عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير حبايبي. النهارده رحت المحطه جبت فطار وجبت طلبات والكلام ده. بصراحه ابو محمد بقاله فتره جامده بجد بجد حقيقي والله العظيم، عايز صينيه سردين، عايز صينيه سردين. طب اروح ما الاقيش، اعمل ايه؟ انزل البحر يا ناس. انزل البحر ويكون القرش. ربنا يستر ان شاء الله علينا وعليك يا رب. فبصراحه والله اول ما لقيتها النهارده ما صدقت، قلت لها تعالي تعالي، ده الراجل طلبك من بدري. رحت جبت سردين وجبت شبار. تمام. مش عارفه بقى يا هشوي هقلي، لسه مش عارفه طلبات البشوات اللي عندي ايه. تمام يا حبايبي. خلاص يلا بقى نجهز الحاجه ويلا بقى بينا. بس بصوا عشان تبقوا عارفين، الشبار ده هعمله في فيديو لوحده، والسردين هعملها دلوقتي في فيديو لوحدها، بس هي يعني هي كلها تبقى في نفس الغدا. تمام. بس ده فيديو لوحده ودوت فيديو لوحده، خلاص عشان نعرف نقول بقى ونحكي بقى ونقول على الوصفات والتكات والحركات. تمام. اسيبكم في رعايه ربنا وهرجع لكم تاني، هجهز كل حاجه وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه دي هتتنضف، هشيل الراس، والراس بتنزل مع البطن كده على طول. بس ايه، هعملها كده تحت الحنفيه بالسكينه عشان لو فيها قشر رفيع ولا اي حاجه، عشان ما تبقاش ايه، بسم الله ما شاء الله عليها نعم، عشان بس ما تبقاش باينه في ايه. بصوا هعملها كده ما فيش اي حاجه ما شاء الله، بس احتياطي يعني. ونشيل الديل دوت ونشيل الراس بالبطن عشان ايه نعملها احلى صينيه ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. تمام. يلا بقى اسيبكم في رعايه ربنا وهرجع لكم على طول. بصي يا قمر انت وهي، دي التتبيله والخلطه اللي احنا هنحطها يا جماعه ايه مع صينيه السردين. تمام. دول بقى بصي بقى الكميه على حسب ما انت عايزه وعلى حسب اللي انت عايزاه. تمام يا حبايبي. دول 3 4 بصلات كده كانوا صغيرين، يعني قيمه بقصلتين كده كبار. تمام. قطعتهم صغير كده اهوت مكعبات صغننه كده على ايديا عادي، ما بشرتهمش. تمام. وحطيت عليهم ملح وشطه وكمون ودعكتهم وركنتهم. تمام. هنحط معاهم ايه بقى؟ توم وفلفل احمر واخضر وطماطم مقطعه وخضره، الخضره بقى اللي انت عايزاها، كزبره بقى دون الشبت اللي انت عايزاه، ده شيء يرجع لك انت. تمام. وده الجزر، لو عايزه تحطي جزر تمام، مش عايزه خلاص براحتك. ودي طماطم تاني خلاص، وليمون وزيت وخل. هنعمل ايه؟ دول البصلتين قطعتهم صغير. هنحط ايه دلوقتي؟ التوم اهوت يا جماعه. ماشي اهو، توم وفلفل. لو عايزه تدق التوم تمام دقيه، مش عايزه تدقيه خلاص. جزر، خضره، صلي على النبي بسم الله ما شاء الله، طماطم. مش حبيبي على طماطم تاني خلاص. اللهم صل على النبي. حبه خل، معلقه خل. ماشي يا قمر انت وهي. ودي معلقه زيت، معلش لو التليفون عامل خيال. ادي معلقه ايه، معلقتين زيت كده بس كده. عسل. ونقلب بقى كله 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 مع بعضه. التوابل دي والحاجات دي كلها نقلبها كده مع بعضها، بس مش عارفه اقلب بيد واحده. وهضيف عليهم انا ايه دلوقتي يا جماعه؟ نضفت السردين وحطيت له خل وملح، حطه في التلاجة. ماشي حبايبي. هقلب كل ده دلوقتي واقلبه مع بعضه كله. او هعصر الليمون، عصره بس عشان مش عارفه اعصرها بايد واحده. ماشي حبايبي. ليمونه. وهقلب كله مع السردين وكل حاجه واحطهم في ايه، في الصينيه وعلى البوتاجاز من فوق. ماشي. ما تحطيش ميه لان كل الحاجات ديت هتنزل ميتها وتسوي السردين اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني صغنن كده وجميل، مش بيحتاج سوا كتير قوي. ماشي. فما تحطيش ميه عشان ما يبقاش طري. خلاص يا حبايبي. ارجع لكم تاني. انا بصي يا قمر انت وهي، عسل زي ما بنقول ايه، عسل 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 عسل، احلى عسل، تحفه. بصوا زي ما قلت لكم ما تحطوش ميه، شايفين الميه ديت هي نازله بقى من البصل والطماطم والخل
والليمون وكل حاجه. بصوا في منتهى الجمال. حياة ربنا جباره. الريحه ايه تحفه حلوه قوي. زي ما قلت لكم انا نضفتها. بصوا عشان نجيب حته ايه تكون متساويه اهو. بصوا مفيهاش اي حاجه. هي عامه نضيفه والله العظيم فله جميله قوي. نضفت كده اهوت السله بظهر السكينه او ظهر المقص، وتقص الديل دوت وبالراس بايديك كده اهوت، وتنزلي كده اهوت وتاخدي ايه الراس باللي في بطنها ده. مبقاش فيها اي حاجه. وغسلتها غسله كويسه وحطيت لها خل وملح وسبتها شويه في التلاجة على ما جهزت الحاجات دي كلها. تمام. يلا بقى هنغطيها وهسويها من فوق خالص تنشف وتستوي. بعد كده احطها تحت الشوايه والشاي يحمر، ونعمل حبه رز ايه ابيض. دي ما ينفعش معاها بصراحه رز صياديه. تمام. دي ما ينفعش معاها غير الرز الابيض. تمام يا حبايبي. يلا هخلصها وهرجع لكم. الجمال والحلاوه دي عسل. عسل في منتهى العسل. تحفه. بصوا بقى نشفتها بقى وحطيتها كده تحت الشوايه، خليتش فيها ميه عشان تاكلي كده وطعم السمك يبقى باين كده. تحفه. بصوا يا بنات وحياة ربنا خرافه. بصوا اوعى اوعى يا معلم اوعى. بصوا الجمال. حياة ربنا ايه اخر جمال. تحفه. والرز الابيض دي ما تنفعش غير بالرز الابيض. الرز الصياديه ما يمشيش معاه، يمشي مع حاجه تانية. واحلى حبه سلطه بقى. بصوا كنت النهارده بصراحه نفسي ان انا احط ايه بصل على السلطه. عملت لي طبق كده بصل كده مع السلطه، هما بقى ايه سلطتهم من غير بصل. تمام. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ ده انا هاكلها وانا قاعده هنا. بصوا بقى الزيت بقى والليمون والحوارات دي كلها بخليها في حته تانية خالص 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 خالص. انا بقى اسيبكم في رعايه ربنا واقول لكم احلى سلام يا احلى ناس في الدنيا. سلام.